بيبدأ فيلمنا بالبروفيسورة يوشيما واللي في معملها وبتعمل أبحاثها. هو بتكون عن تركيبة سائل ممكن يخليها تسافر عبر الزمن. هو فعلا بتجرب التركيبة على مجموعة من النمل اللي بيختفي بعد تعرضه للتركيبة الكيميائية. أكاري ودي بنت البروفيسورة يوشيما بتجري بسرعة علشان تشوف نتيجة اختبار كلية الصيدلة. يوشيما بتجمع عملات قديمة راجعة لزمن 1972 وأكاري بتبص على نتيجتها في الجدول. يوشيما في معملها في الكلية وبتسمع صوت بنتها وبينادي عليها وبتطلع تلاقيها فرحانة بنجاحها في الاختبار. يوشيما بتاخد بنتها أكاري في نزهة على البحر وده علشان يحتفلوا بالنتيجة. هو بتسألها أكاري عن باباها. هو بتعرف إن مامتها يوشيما لسه على تواصل معاه رغم إن أكاري عمرها ما شافته من وهي صغيرة. والد أكاري بيشتغل في تصوير الأفلام وطول الوقت بيسافر وانفصل عن مامتها من زمان. أكاري بتنقل حاجاتها بمساعدة العم جورو صديق العيلة اللي دايما بيساعدهم وبيحبوه. جورو بيقابل البروفيسورة يوشيما وبيقول لها إن جدته لقت صورة ليها وبيديها ظرف فيه زهرة اللافندر وصورة فوتوغرافية ليها مع شخص وهي طالبة في المدرسة. يوشيما بتمسك الظرف وبتفتحه وبتشم ريحة اللافندر وبتبص للصورة وبتغرق في ذكريات قديمة وبتسرح معاها. إذا كان الشخص اللي موجود في الصورة معاهم في المدرسة هو بينادلها لحد ما بتفوق من ذكرياتها. ولما بتفوق يوشيما بتسيبه وبتمشي. يوشيما بتعدي الشارع وبيخبطها شخص بيعدي معاها وبتقع منها شنطتها في وسط الشارع. هو بتنزل على الأرض وبتلاقي شنطتها مفتوحة. بتيجي عربية بسرعة جدا وبتخبطها. أكاري بيجيلها تليفون من المستشفى وبيبلغها بحادثة مامتها. هو بتجري على المستشفى وبتقابل الدكتور وبيطمنها عليها بس بيقولها إنها هتخف من إصابتها بعد أسبوعين بس هي دخلت في غيبوبة ومش عارفين هتفوق إمتى. أكاري بتدخل الأوضة على مامتها اللي نايمة في غيبوبة وبتعيط وبتحاول تقومها. هو بتقابل العم جور في المستشفى واللي بينصحها إنها تتماسك علشان مامتها لما تفوق هتحتاج مساعدتها. هو بيذيع التلفزيون اللي في المستشفى عن خبر قديم عن حادثة أتوبيس وده كان سنة 1974 وإن مات كل ركابه بسبب سقوطه من الجبل. هو العم جورو بيشوف الخبر وبيقول لأكاري إنه كان المفروض يكون في الأتوبيس ده ومن ضمن الضحايا لكن القدر خلاه ينسى التذكرة وما يلحقش يركبه وإن ليه صديق قديم مات في الرحلة دي. أكاري في البيت بتقلب في ألبومات الصور القديمة وبتلاقي ألبوم لعيد ميلادها وبتقرر تدخل على الإنترنت. هو بتدور على باباها جوستو وبتبعت له إنها بنته وإن مامتها في المستشفى. هو بتروح لمامتها المستشفى وبتلاقيها لسه في الغيبوبة. هو بتقولها إن النهاردة عيد ميلادها. يوشيما بتفوق فجأة وبتحاول تقوم لكن أكاري بتمنعها. هو بتقول لأكاري إنها لازم تشوف شخص اسمه كازو وأكاري بتستغرب جدا وبتهدي مامتها. هو بتقولها إنها هتروح هي تشوفه. يوشيما بتقولها إنها اخترعت تركيبة كيميائية علشان تسافر عبر الزمن. لازم تسافر سنة 1972 وكل اللي عليها إنها تشرب التركيبة دي وتركز في التاريخ والمكان اللي عاوزة تروحه. وبتديها الصورة اللي في الظرف ومفتاح مكتبها اللي فيه التركيبة. يوشيما بتقول لأكاري إنها لما تقابل كازو تقوله إنه ما ينساش الوعد اللي كان ما بينهم. وهنا بتخرج أكاري من المستشفى وبتروح على مكتب مامتها. هو بتكون في الكلية وبتفتح الدرج وبتلاقي التركيبة وكمان مجموعة من العملات القديمة بتاعت مامتها. أكاري بتشرب التركيبة وبتطلب إنها تروح سنة 1972 وبتغمض عينيها وبعد ما بتفتح عينيها بتكتشف إن مفيش أي تغيير حصل وبتحس إنها تافهة وإنها صدقت موضوع التركيبة ده. لكن فجأة بتلاقي الصورة اللي في إيديها بتتغير وعقارب ساعتها بتتحرك فبتتلخبط وبتطلب سنة 1974 بدل سنة 1972 والدنيا فجأة بتتغير من حواليها وتلاقي نفسها بتجري وبتسابق أرقام الزمن وبتكون مخضوضة وبتصرخ. رويتا طالب في المدرسة وفي المعمل بيعمل تجربة وفجأة بتقع من سقف المعمل أكاري وبتوقعه على الأرض. رويتا بيتألم ومش فاهم حاجة وكمان مش عارف هي جت منين. وفجأة بتقع عليه شنطتها هو بيغمى عليها. وهنا بتفوق وتلاقي نفسها في بيت غريب هو جنبها على الأرض نايم رويتا. هو بتتخض وتخاف ومش عارفة هي جت هنا ازاي. هو بيصحى رويتا من النوم فبتسأله هو مين. هو بيفكرها باللي حصل امبارح وإنها نزلت له من السقف واضطر إنه يجيبها البيت عنده. هو بتسأله عن تاريخ اليوم فبتعرف إنها في سنة 1974 وإنها اتأخرت سنتين كاملين لأنها المفروض تروح سنة 1972. فبتنهار وبتجري في الشارع وبيجري وراها رويتا لأنها نسيت شنطتها. أكاري بتحس إنها تايهة تماما في الشارع وبتطلب من رويتا إنه يساعدها ويجي معاها المدرسة القديمة. هو بتوصل أكاري للمدرسة وبتسأل الطلبة عن الشخص اللي في الصورة وطبعا بيكون كازو لكنها بتلاقي الطلبة كلهم مش عارفينه. وهنا بتقعد في المطعم مع رويتا اللي فاكرها هربانة من بيتها وبينصحها إنها ترجع لكنها بتحكيله إنها جاية من المستقبل من سنة 2010. هو بتثبت له أكاري عن طريق المنتجات اللي معاها في شنطتها وخصوصا الموبايل بتاعها وإن فيه كاميرا وحاجات تانية كمان.
رويتا بينبهر بالتليفون وبيصدقها، وهنا بتعرف إن رويتا مخرج سينمائي مبتدئ ومهتم بأفلام الخيال العلمي. هو بيصور دلوقتي مشروع فيلمه الأول. رويتا بيرفض إن أكاري تبات معاه في البيت رغم توسلاتها ليه. هو بتقول إنها بس هتقابل كازو وتبلغه رسالة مامتها وترجع على طول. هو بيوافق في النهاية إنها تقعد معاه. وعلى سلم البيت بتتعرف على 2 ممثلين وجيران لرويتا وبيمثلوا معاه في فيلمه. أكاري ورويتا بيروحوا تاني يوم المدرسة وبيدوروا في الكشوف وبيلاقوا يوشيما موجودة، لكن كازو مش موجود في الكشوفات رغم إن اللي في الصورة لابس الزي الرسمي بتاع المدرسة. أكاري بتقرر إنها تقابل مامتها في الماضي وتسألها عن كازو وعن مكانه. وبتروح بيتها وبتلاقيها عزلت وسابته، وهي راجعة بتلاقي العم جورو وبتقوله إنها بنت عمة يوشيما وعاوزة توصل لها. وبتعرف إن يوشيما انتقلت ليوكوهاما علشان تدخل المدرسة هناك، وبتوريله صورة كازو لكن برضه ما بيقدرش يتعرف عليه. رويتا بياخد أكاري معاه الاستوديو وبيخليها تساعده في تصوير فيلم اللي بيخرجه. وتاني يوم بتروح أكاري مع رويتا للمدرسة الثانوية في يوكوهاما علشان يقابلوا يوشيما، وفعلا بيقابلوها وبتوريها الصورة وبتقولها إنها بتدور على كازو. لكن الغريب إن يوشيما ما بتتعرفش على الشخص اللي معاها في الصورة. وهنا أكاري بتسيبها وبتقولها إنها هتجيلها بكرة يمكن تكون افتكرته. رويتا بيعرف أكاري أصحابه اللي بيصوروا معاها الفيلم واللي هيبقى والد أكاري في المستقبل. وتاني يوم بتروح أكاري تقابل مامتها يوشيما في المطعم، وبتلاقي مامتها لسه ما افتكرتش حاجة عن كازو. وبتقابل أكاري رويتا في البيت وبيحكي لها عن عيلته وإن باباه تاجر وكان عاوز يساعده في تجارته، لكن حلم رويتا هو السينما. هو بيقترح على أكاري إنهم يعملوا إعلان في الجورنال ويطلبوا فيها مقابلة كازو، واللي ابتدوا يفكروا إنه ممكن يكون جاي من المستقبل. وفعلا بتاخد أكاري العمولات اللي كانت معاها وبتروح للجريدة مع رويتا، والموظف اللي في الجريدة بيطلب مبلغ أكبر من اللي معاهم علشان يعملوا الإعلان، لكن بعد توسلات منهم بيقبل بالمبلغ اللي معاهم بس على شرط ما يقولش لأي حد. رويتا وأكاري بيبتدوا يقربوا من بعض أكتر وبتساعدوا أكاري في تصوير فيلمه. جوستيو اللي هو والد أكاري في المستقبل بيقول لها إن بعد تصوير الفيلم هيروح أمريكا علشان يدرس التصوير هناك، وأكاري بتحاول تقنعه إنه ما يسافرش ويقعد مع يوشيما اللي بتحبه، لكن بيقول لها إنها عنيدة. وبيكمل جوستيو تصوير آخر مشاهد الفيلم وبيخلصوا بيحتفلوا كلهم، وبتحضر يوشيما التصوير وبتقابلها أكاري وبتحاول تقنعها إنها تمنع جوستيو من السفر. وهنا بيجي جوستيو وبيطلب من يوشيما إنهم يخرجوا مع بعض وبتوافق. وبالليل رويتا بيروح المطعم مع أكاري وبيقول لها إن الإعلان هينزل بكرة. وفي البيت أكاري بتعرف رويتا إنها هتسيبه وإنه هيبقى مخرج كبير وإنها هتبقى بالنسبة له الماضي مع إنها جاية من المستقبل. رويتا بيسيبها وبيجري برا البيت وبيروح لجوستيو وبيطلب منه الكاميرا بتاعته علشان هيصور المشهد الأخير من الفيلم، والإعلان اللي هم عملوه نزل في الجورنال. وبياخد رويتا أكاري وبيصور معاها المشهد الأخير في الفيلم، وده بيكون في بستان الكريز. في المستقبل كازو بيشوف الإعلان اللي نزل في الجورنال. هو بيطلب المقابلة سنة 1974 في المدرسة. رويتا بيجيله تليفون من مامته وبتبلغه إن بابا جات له سكتة دماغية. وبيرجع رويتا البيت وهو حزين وبيقابل أكاري وبيحكي لها عن اللي حصل لباباه وإنه أناني، وده علشان مرضاش يساعد باباه وما استحملش يشيل الشغل لوحده. هو بيقرر رويتا إنه يسيب حلمه إنه يبقى مخرج ويرجع لأهله في أزمتهم، لكن أكاري بتقوله إنه ما ياخدش قرار سريع ويدي لنفسه فرصة يفكر. وفي ميعاد المقابلة مع كازو بتروح أكاري المعمل المدرسة، ورويتا بيقرر يكمل مونتاج الفيلم ويخلصه. وأكاري وهي بتعمل التجربة في المعمل بيقع منها كوباية إزاز، لكن بتلاقيها متعلقة في الهواء وما بتقعش على الأرض. وبتتفاجئ بكازو وصل وبيمسك الكوباية، وبيعرف كازو إن أكاري هي بنت يوشيما وإنها هي اللي عملت الإعلان وجاية علشان تقابله في المستقبل علشان دي وصية مامتها اللي في الغيبوبة. وهنا بتعرف أكاري إن كازو جاي لها من المستقبل، وده بيكون من سنة 1698. وبتوريله الصورة اللي مع مامتها وزهرة اللافندر، وبتقوله على رسالة مامتها ليه وإنه يفتكر وعده ليها. وهنا بتسأل أكاري كازو عن إيه هو الوعد اللي وعد بيه مامتها، فبيحكي لها إنه لما رجع بالزمن شاف يوشيما ووقع في حبها، لكن الحب ده خطر كبير وقع فيه، فاضطر إنه يمسح ذكريات مامتها عنه تماما. لكن قبل ما يعمل كده وعدها إنه هيزورها في المستقبل. وهنا بيقول لأكاري إن مهمتها خلصت ورسالتها وصلت وإنه هيمسح ذكرياتها علشان ترجع للمستقبل. لكن قبل ما يعمل كده بتطلب منه إنها هتقابل شخص مقابلة أخيرة، وفعلا بتقابل أكاري رويتا وبتحكي له إنها قابلت كازو وأنجزت خلاص مهمتها. وبيقول لها رويتا إنه هيرجع لأهله بكرة، وبيديها نسخة من الفيلم وبيكون 8 مللي. وفي طريقها بتقابل أكاري العم جورو وبيكون متأخر على أتوبيس الرحلة، فبتفتكر أكاري إن الرحلة دي هي اللي عملت الحادثة ومات فيها كل الركاب، فبتقول إنه ما يحاولش يلحقه لأنه اتأخر. وفعلا بيغير رأيه وما بيروحش، لكنها بتفتكر إن رويتا قال لها إنه هيركب الأتوبيس علشان يرجع لأهله،
وبتكتشف إنها نفس الرحلة، وبتجري أكاري علشان تلحق الأتوبيس قبل ما يطلع، وبتطلع رويتا قبل ما يركبوا، وفعلا بتوصل لموقف الأتوبيس بصعوبة، وبتطلع الأتوبيس وبتدور على رويتا لكن ما بيطلعش الأتوبيس الصح، فبتشوف رويتا بيركب أتوبيس تاني من بعيد، وبتجري علشان تلحقه لكن بسبب زحمة الركاب على المحطة الأتوبيس بيطلع وما بتلحقهوش، وبتفضل تنادي على رويتا وبتحاول توصله، وفجأة بيظهر كازو وبيمنعها علشان هي ما تقدرش تغير القدر ولا حتى الماضي، فبتنهار أكاري تماما. وهنا بيمسح كازو ذاكرة أكاري وبيدور في جيوبها وبيلاقي الفيلم اللي اداهولها رويتا، وبيقرر يسيب الفيلم مع أكاري ويرجعها للمستقبل. وفعلا بترجع أكاري للمستقبل وهي مش فاكرة أي حاجة حصلت لها، وبتصحى يوشيما من الغيبوبة في المستشفى وبتلاقي كازو قدامها في الأوضة وبيديها زهرة اللافندر. كازو بيقول لها إن الرسالة وصلت له وإن بنتها شبهها بالظبط، هو بيوعدها تاني إنهم هيتقابلوا في المستقبل، وبيمسح ذاكرتها وبيمشي. في نفس الوقت اللي أكاري بتوصل المستشفى بتتفاجئ إن مامتها فاقت من الغيبوبة، وبتلاقي جنبها زهرة اللافندر اللي محدش عارف مين جابها، وبتلاقي أكاري علبة الفيلم في جيبها ومش عارفة وصل جيبها إزاي. أكاري بتروح البيت وبيجيلها تليفون من باباها فبتطمنه على حالة مامتها، وبتطلب منه خدمة إنه يديها جهاز عرض الأفلام ال8 ملي، وبتقابل أكاري باباها وبيديها جهاز البروجيكتور، هو بيسألها عن اسم الفيلم اللي معاها، هو بيستغرب جدا من الاسم لأن ده اسم الفيلم اللي عمله زمان وبيكون مع صديقه اللي مات في الحادثة. وفي البيت بتتجمع أكاري مع أصحابها علشان يشوفوا الفيلم وبيبدأ العرض، لكن أصحابها مش فاهمين إيه أهمية الفيلم وشايفينه غريب، لكن أكاري بتتفرج على الفيلم وهي متأثرة وبتنزل دموعها مع اللقطة الأخيرة للفيلم. وهنا بتروح لبستان الكريز اللي صورت فيه المشهد الأخير من الفيلم وبتتمشى فيه وهي مش عارفة أحاسيسها ومشاعرها دي سببها إيه. وهنا بيكون فيلمنا خلص، أشوفكم في فيلم جديد.